السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. انتهاء الدور الأول للدوري العام المصري. المستوى مش على القدر المطلوب وده طبيعي بداية الدوري العام، لكن شفنا بعض الأهداف الحلوة ومنهم هدفين نادي الزمالك ناصر ماهر وهدف محمد شحاتة ترند من نص الملعب. عايز أقول حاجة، إن اللعيبة اللي بتروح من الزمالك للأهلي أو حتى من الأهلي للزمالك بتبقى لاعيبة مميزة وصفقات ناجحة. امبارح هدفين النادي الأهلي دول صناعة زيزو، واحدة لأحمد رضا والتاني لياسين مرعي وهي لاعيبة نادي الزمالك. حتى اللاعب اللي جاب الهدف الأول المهم لنادي الزمالك ناصر ماهر هو في الأصل أهلاوي، غير عبد الله السعيد وغيره. غير طبعا بنتكلم عن إمام عاشور وأشرف بن شرقي وهكذا. ليه طيب؟ لأن اللعيبة دي واخدة على الضغط الجماهيري الكبير، فهي لعيبة مميزة. لعيبة واخدة على ضغط البطولات، فاللعيب بتجيبه جاهز. عشان كده النادي الأهلي دايما بقى خلاص خد فكرة إني لو هجيب من نادي الزمالك، وكذلك نادي الزمالك لو عايز يجيب لاعب مميز أكيد هيبقى من النادي الأهلي. طيب إذا اتكلمنا عن المدرب هو أهم شخص في المنظومة الرياضية كلها. المدرب هو اللي بيخلي معنويات اللاعب عالية جدا، هو اللي بيقنع اللاعب بإنه يكون مثلا موجود في الاحتياطي، أو يقنع اللاعب بإنه يبقى موجود في النادي وما يسيبش النادي. هو اللي بيدي دوافع للاعب. المدرب كل حاجة في الفريق. المدرب الذكي اللي بيقدر يحط الخطة المناسبة للمباراة المناسبة. ده يعني إذا اتكلمت عن موضوع المدرب، ونبتدي بنادي الزمالك. بص كده، نادي الزمالك عمل حاجة كويسة ومميزة جدا، مدير تعاقد أجنبي. لأن الفترة اللي فاتت كانت سيئة مع نادي الزمالك، وخصوصا السنة السابقة في صفقات وبتدفع فيها فلوس، وكده كده اللاعب هياخد فلوسه يا منك يا من الفيفا. فموضوع مهم إن يجيب حد بيفهم في هذه الشغلانة ويجيب لاعب مميز وكويس وبسعر كويس. ده اللي عمله جون أدوارد في العشر صفقات. لعيبة صغيرة، لعيبة مميزة، لعيبة مواهب، وكمان يعني إيه بمبالغ بسيطة. حتى لو كان في نسب، أنا لما أجيب حد بيفهم في الشغلانة وياخد فلوس أحسن ما أنا أروح وأجيب لعيبة فشل. يعني نادي الزمالك كمان حتى في التخطيط بالنسبة للفريق، اللعيبة الصغيرة مشاها بإعارة بغير نية الشراء، واللعيبة الكبيرة اللي هي أكيد خلاص ثبت فشلها مشيت. نضرب مثال مصطفى شلبي مثلا، يعني شايف في نظام وشايف في هدوء وشايف في إقناع في نادي الزمالك، إعادة ترتيب الأوراق بشكل صحيح. نادي الزمالك أقوى إسكواد في الدوري العام، ده على غير كلام سيف زاهر إن النادي الأهلي عنده أقوى إسكواد. هقول لكم بالدليل دلوقتي. تخيل إن امبارح نادي الزمالك أو أول امبارح عنده في الدكة عمرو ناصر اللي كان 8 أهداف لهداف فاركو، وأحمد شريف 5 أهداف تاني هداف لفريق فاركو وما لعبوش، كانوا موجودين في الاحتياط. محمد السيد موهبة وسط الملعب ما لعبش. عدي الدباغ المهاجم الفلسطيني القوي الجناح الهداف التاريخي الفلسطيني قاعد في الاحتياطي ما لعبش، ما لحقش يلعب. اتكلم عن فتوح باك شمال النادي الاهلي، تخيل بيلعب من غير باك شمال، حط كريم فؤاد في الناحيه الشمال وهو ما بيلعبهاش. محمد اسماعيل المدافع زد القوي، احمد ربيع مع ماشي عنده اصابه، محمود جهاد، احمد حمدي اللي رجع من الاصابه ومستواه كويس. يعني شايف انا بتكلم عن 8 او 9 لعيبه مميزه جدا في نادي الزمالك، وما لعبتش في التشكيل الاساسي ولا التغييرات. بعكس السنه اللي فاتت نادي الزمالك ما كانش عنده 11 لاعب اساسي مميز. طب تعال نشوف النادي الاهلي واللعيبه اللي كانت موجوده في الدكه. اللعيبه اللي موجوده في الدكه فرق داري العش. يعني اللعيبه اللي كانت موجوده، يعني محمد عبد الله مش موجود، حسين الشحات، احمد عبد القادر عشان المدرب ما يعني في مشاكل. ديانج عمل مشكله وما تعرفش ما لعبش ليه، يبدو ان في حاجه في عقاب او غيره. النادي الاهلي ما كانش عنده دكه اساسا غير اللعيبه اللي نزلت.
وما كانتش كمان على المستوى المطلوب، يعني ما عملتش التأثير الكبير. طيب بالنسبة لفريق بيراميدز، فريق بيراميدز أقل من الأهلي والزمالك، وفريق بيراميدز لعب فريق المقاولون، والمقاولون أو وادي دجلة، ووادي دجلة كمان ضيّع الفوز، يعني كان ممكن يفوز. بمناسبة المقاولون، نادي الزمالك هيلاعب فريق المقاولون يوم السبت. فريق المقاولون من أجل الفرق بصراحة، يعني كل الفرق، كهربا، إسماعيلية، وادي دجلة مميز، لكن المقاولين أقل شوية. النادي الأهلي هيلاعب فاركو، فاركو كويس يعني، فاركو من الفرق المميزة الكويسة اللي بتلعب بشكل تكتيكي متوازن، وأعتقد المباراة يعني ما هتبقاش سهلة بالنسبة للنادي الأهلي زي المباراة السابقة اللي فاز فيها النادي الأهلي 6 دقة، كانت مباراة لها وضعية خاصة. ربما يكون إمام عاشور تبديل، وإمام عاشور مؤثر جدا مع النادي الأهلي بصراحة، بيدي روح، في خفة، في لعب، في لياقة. بس مشكلة الإصابة، أكيد إمام عاشور هياخد فترة طويلة حتى وهو بيلعب خايف. يعني النادي الأهلي محتاج تنظيم، محتاج ترتيب أوراق من جديد. يعني مدرب مشكلة كبيرة بصراحة، يعني هذا المدرب أعتقد مش هيكمل السنة مع النادي الأهلي ريبيرو. وجهة نظري الشخصية، يعني هل معقول إحنا بنفهم أكتر من الناس دي وإحنا بنتفرج بس على يعني فيديوهات وحاجات بسيطة عشان تعرف يا أهل ريبيرو؟ لأ، ما باين واضح، حاجات سهلة أنت اتعاقدت معاه. عايز أعرف برضه إزاي تريزيجيه لما يجي بالمبلغ الكبير وهو كبير في السن وأهلاوي وخلص إعارة، إزاي يجي بهذا المبلغ؟ ما هو كده كده مش هيروح الزمالك، أو هيروح بيراميدز، أو هيروح أي مكان، لأنه هو محب للأهلي. يعني حاجات غريبة بتحصل في النادي الأهلي، علامة استفهام على المدرب، علامة استفهام على العقود الكبيرة للعيبة اللي هي أهلاوية وراجعة، زي نظام حسين الشحات جاب مبلغ ضخم للنادي الأهلي وهو أهلاوي درجة ثالثة. حاجات غريبة طبعا أكيد. التعاقد مع هذا المدرب، وأكيد هم عارفين بنسبة كبيرة إنه هو مدرب مش كفء للنادي الأهلي من البداية، واضح دلوقتي، واضح زي الشمس، وكان واضح بالنسبة لنا وأكيد بالنسبة لهم. حاجة غريبة جدا. لكن المدير الفني لنادي الزمالك لغاية دلوقتي ما نقدرش نحكم عليه لسه، ما فيش ولا أي حاجة. نادي الزمالك على فكرة ما أداش. كل القصة إن نادي الزمالك بس كان في نوع من أنواع الحماس والرغبة، واللي تصاعدت في الوقت الأخير من المباراة، وخصوصا آخر 10 دقايق كده كانت الدنيا يعني صعبة شوية على فريق سيراميكا في الدقائق الأخيرة لغاية ما جاء الهدف. وبعد كده ضغط نادي الزمالك وجاء الهدف الثاني. فريق سيراميكا على فكرة ما كانش عارف يعمل هجمة كويس، يعني كان ضغط شكلي فقط لا غير، بدليل ان مفيش فرص ومفيش صدات ومفيش حاجة اطلاقا. مفيش حاجة اقتربت من المرمى، رغم انه كان ماسك كرة في الوقت الاخير. ان شاء الله باذن الله هنشوف باقي المباريات بعد كده، ويعني شيئا فشيئا هتبتدي تتضح الامور للفرق الثلاثة الكبار، اهلي والزمالك وبيراميدز.